السلام عليكم يا رجالة في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك. المباراة إن شاء الله هتكون يوم السبت الجاي الساعة 8:30. الماتش دواتي مهم للفرقتين. الزمالك عايز يضمد جراحه بعد التعادلات اللي حاصلة معاه واللخبطة اللي عاملها عمنا مرتضى منصور والهجوم الواضح ما بين مرتضى منصور وفيريرا واللخبطه اللي حصلت عندهم. والاهلي بقى فايق ورايق وبيلعب كوره عالميه. الاهلي اخر ماتشين فايز على سموحه ومطلعها من الكاس، وفايز على بيراميدز بالثلاثه. حظ الاهلي اوفر من حظ الزمالك. الزمالك بقى في بعض اللعيبه واخدها الحماس، وطبعا عايزين ينتقموا من الاهلي لانهم لسه طالعين من الكاس، فالحماس واخدهم شويه. في لاعب في الزمالك كان بيلعب اسمه اسامه حسن ليس له ذكر، طالع امبارح بيتكلم في ان بيحمس لعيبه الزمالك: عايزكم تلعبوا، عايزكم تبقوا رجاله، عايزكم تسففوا لعيبه الاهلي التراب. يعني اي التحام ادي وقع ومش مهم، العبوا رجاله. قال يعني احنا بنتكلم في كوره، احنا عايزين نلعب كوره، مش عايزين شغل مصارعه. احنا مش رايحين داخلين على مصارعه يا كابتن. الاهلي دائما نادي القيم والمبادئ، دائما نادي القيم والمبادئ. مفيش حاجه اسمها سفف اللعيبه التراب والكلام ده، احنا بنلعب كوره يا كابتن. هنقابل ان شاء الله بعد الماتش. الاهلي فايق ورايق. عندك الجبهه اليمين هاني والشحات عاملين شغل عالي، الجبهه الشمال معلول و احمد القادر، في النص ديانج المسمار، ورا هيكون محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. طبعا متولي واخد الانذار فمش هيلعب الماتش الجاي. قدام هيكون كهربا هيخلص على الزمالك باذن الله. بالنسبه للرجاله لتوقع الماتش، اللي هتوقع نتيجه الماتش الجاي مظبوطه، ليه عندنا تيشيرت للفريق اللي بيشجعه سواء الاهلي والزمالك. تاني، توقع الماتش الجاي وليك تيشيرت للنادي اللي بيشجعه سواء الاهلي او الزمالك. عايزين لايكات للفيديو ده وعايزين نعمل له مشاركه، وان شاء الله صاحب التوقع الصحيح ليه تيشيرت للنادي اللي بيفضله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.